طالب ثانوية عامة أو الجامعة قاعد على السوشيال ميديا عمال تقلب يقابلك فيديو والتاني والتالت، بوست بيتكلم عن حاجة معينة حصلت، بوست بيتكلم عن خبر، بوست تاني بيتكلم عن حاجة تالتة مختلفة، وهكذا وقتك عمال يضيع، والوقت عمال يضيع ويعدي، والامتحانات خلاص بتقرب وكلها أسابيع أو أيام، وتلاقي نفسك في لجنة الامتحان مش عارف تعمل ايه، بتفكر انك تهرب من الضغوط دي، بس هتهرب تروح فين؟ لازم تواجه. ده كان حالي بالظبط وحال طلاب كتير في ثانوية عامة. حرفيا انت بتلاقي نفسك في دوامة من تضييع الوقت، والدروس عمالة تتراكم عليك ومش عارف تعمل ايه. عندك حلم عايز توصل له بس مش عارف تذاكر او تركز، ومش عارف ايه السبب. بس ازاي انا خرجت من الدايرة دي؟ وازاي اتحولت من شخص مش بيقدر ان هو يذاكر ساعتين على بعضهم في اليوم لشخص بيذاكر من 12 ل 14 ساعة يوميا من غير ملل ومن غير زهق؟ في البداية خلينا نشوف ايه هو اساس المشكلة. هي عبارة عن دايرة مغلقة، عندك منهج متراكم عليك كل شوية عمال يزيد ومبقتش عارف تعمل ايه او تتصرف ازاي. تقوم ماسك الموبايل تشوف شوية فيديوهات يقدموا لك شوية نصايح لعلها تفيد معاك بعد فيديوهات النصايح الكتير اللي انت شفتها، وبرضه ما عملتش حاجة. وفي كل مرة كنت بتتحمس شوية وبعد كده تقعد ما تعملش اي حاجة خالص. فلما تقعد بالشكل ده وما تعملش اي حاجة خالص، احساس الندم وتأنيب الضمير بيزيد، فبالتالي بتحس بالحزن اكتر، فبتمسك الموبايل تاني علشان تحسس نفسك بشوية سعادة مؤقتة من الفيديوهات او من الحاجات اللي بتشوفها، وتفضل داير في نفس الدوامة دي، عمال تضيع وقتك تحس بتأنيب ضمير تمسك الموبايل، تضيع وقتك تحس بتأنيب ضمير تمسك الموبايل، وطبعا والدايره دي شغاله تراكمات عماله تزيد فبتسبب لك حزن اكتر. طيب المفروض تعمل ايه؟ لازم تكسر الدايره دي. بس ايه اللي هيحركك انك تبدا اصلا تاخد خطوات فعليه علشان توصل لحاجه وانت عمال تضيع وقتك بالشكل ده؟ ممكن يكون عندك حلم، كليه معينه او مجموع معين، ولكن خليني اقول لك خلي هدفك واضح وخليه اعلى مجموع ممكن تقدر توصل. يعني مثلا ممكن تخلي هدفك مجموع 100%. هتقول لي الهدف ده يعني حاجة ممكن تبقى مستحيلة. أقول لك مفيش حاجة مستحيلة على ربنا، لو الموضوع فيه خير ليك وأنت سعيت ودعيت ربنا صح إن شاء الله ربنا هيوفقك. وبجد أنت مش هتبقى بادئ متأخر ولا حاجة، ولكن أهم حاجة إن أنت تسعى صح، تتوكل على الله صح. طيب افرض مثلا محققتش الهدف ده، أعمل إيه؟ أقول لك كويس، فكرة إن أنت تحدد هدف عالي جدا بالشكل ده وتشتغل وتجيب آخرك علشان توصله، في الآخر يوم ما هتوصل لمجموع هتكون وصلت لأعلى مجموع أنت تقدر توصله، وبالشكل ده أنت هتكون نجحت وتفوقت فعلا، حتى لو محققتش الهدف اللي أنت حاطه إن أنت تجيب 100% أو أي مجموع تاني أنت شايفه، بس بشرط يكون أعلى مجموع ممكن، بحيث إن أنت يوم ما توصل له تكون نجحت في تحقيق هدفك، ويوم ما توصلش تكون جبت اعلى مجموع ممكن انت تقدر عليه. طيب انا دلوقتي شخص عايز اجيب اعلى مجموع ممكن، المفروض ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه لازم تبدا ان انت تخلص النية لله عز وجل، وتبدا ان انت تتوكل على الله. تتوكل على الله ازاي بقى؟ لازم تبدا تاخد بالاسباب وتدعي، الاثنين، تدعي وتاخد بالاسباب. تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك هدفك اللي انت حطيته واللي انت نفسك توصل، وتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يسهل لك امورك في المذاكره ويسهل لك كل حاجه حرفيا، حتى ابسط الحاجات. ادعي وقول لربنا انت عايز ايه. طبعا لازم تكون بتصلي. خليني احكي لك حاجه حصلت معايا في الثانويه العامه بخصوص موضوع الصلاه ده. انا في ثانويه عامه كان عندي مشكله في ماده معينه من اول ما دخلت اولى ثانوي تقريبا، وانا كان عندي المشكله دي، ما بداتش اخد فيها دروس غير في ثالثه ثانوي. فلما بدات الدروس كانت مواعيد الدرس بتيجي على مواعيد الصلاة، على مواعيد صلاة المغرب وصلاة العشاء. كان حرفيا الصلوات دي بتضيع بسبب مواعيد الدرس دي، فقررت ان انا اسيب الدرس بسبب الموضوع ده، ولكن محدش كان يعرف الموضوع ده وقتها، لحد ما كملت في السنة لوحدي في المادة دي. كملت مع نفسي، صحيح ان انا ما كنتش بذاكر فيها احسن حاجة، ولكن كنت بحاول اعمل اللي عليا في المادة دي. والمفاجأة ان انا في اخر السنة اقل مادة نقصت فيها درجات كانت هي المادة دي. فأكيد ده توفيق من ربنا، لأن أنا فضلت الصلاة على الدرس. أنا عارف طبعا إن ممكن تكون في حلول كتير أو حاجات تانية كان ممكن أخدها وقتها، بس فعلا الموضوع ده هو اللي كان قدامي وقتها. وكان في درس في مادة تانية برضه كان بيجي على مواعيد الصلاة، ولكن كنا بنصلي الصلاة في جماعة بعد الدرس مباشرة. يعني في وقت الصلاة برضه كنا بنصلي الصلاة في جماعة، بس هي الفكرة إن أنت تصلي الصلاة على وقتها في جماعة. وطبعا ممكن تبحثوا أكتر في الموضوع ده وفي الفتاوى عن الموضوع ده لو حابين إن أنتوا تعرفوا أكتر، بس الصلاة حاجة مهمة جدا وهي أهم حاجة في حياتك أصلا. طيب أنت دلوقتي بدأت تتوكل على الله، تدعي
تاخد بالاسباب. تاخد بالاسباب ازاي؟ دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا عندنا دايره مغلقه فيها المشاكل دي: موبايل، تضييع وقت، سوشيال ميديا، الوقت عمال يضيع، تراكمات عماله تزيد، والدايره شغاله وانت في النص ضايع وعمال تضيع اكتر واكتر، والوقت عمال يعدي بيك، وكلها كام اسبوع وهتلاقي نفسك في الامتحان. هتعمل ايه؟ لازم تكسر الدايره دي. تعمل ايه بقى؟ خلينا نمسك حاجه او عنصر من عناصر الدايره دي، وهو عنصر الموبايل. الموبايل من اول ما بدات ثانويه عامه كان عندي معاه مشكله كبيره جدا جدا جدا. المشكله دي فضلت احاول ان انا احلها طول السنه، ولكن كل الحلول كانت بتفشل معايا. حملت برامج كتير جدا 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 بستخدمها علشان اقلل استخدام الموبايل او امنع الموبايل بشكل جزئي من حياتي، وبشكل يساعدني ان انا اركز في المذاكره اكتر، ولكن كلها فشلت. حاولت ان انا اشيل الموبايل بعيد عن نفسي، ولكن الكلام ده ما كانش بمساعدة حد تاني، فبرضه الموضوع فشل معايا. لحد ما اخيرا لقيت ان الموضوع خلاص انا مش قادر ان انا احله لوحدي، فقعدت مع والدي ووالدتي وصفت لهم المشكله. قلت لهم ان الموبايل بيفيدني في شويه حاجات، ممكن اسمع عليه حصه معينه او اسمع عليه شرح او اذاكر من عليه او احل من عليه واجب معين، ولكن في كل الاحيان في شويه وقت عمالين يضيعوا بسبب استخدام الموبايل. فكان الحل ان انا اسيب الموبايل معاهم طول اليوم واستخدمه لمدة ساعة أو وقت محدد في اليوم، أو الوقت اللي أنا بيكون مثلا فيه عندي حصة أونلاين أو حتى حصة حابب أسمعها أنزلها مثلا وأتفرج عليها، أو حتى أخد الموبايل لمدة ساعة واحدة أو ساعتين أسمع الحصة بتاعتي وبعدين أرجعه مكانه تاني. وقت محدد في اليوم نكون متفقين عليه أستخدم فيه الموبايل بس، وباقي اليوم أنا مركز على مذاكرتي. كمان مع الموبايل وجوه الموبايل أصلا الحاجة اللي بتشتتنا هي السوشيال ميديا. وطبعا أنا من هنا مش هقول لك إن أنت حاول بقى تشوف برامج أو تشوف طرق إن أنت تحظر السوشيال ميديا من على موبايلك، لأن إحنا مش في الوقت ده ومش وقت إن أنت تقعد تدور على حلول أو كده. هات أحسن حل اللي هو أنا بقول لك عليه، وبعد تجربة كبيرة جدا حرفيا أكتر يعني معظم الوقت خلال السنة ضاع على ما وصلت للحل ده. فخد الحل ده من الآخر وطبقه وإن شاء الله هيفرق معاك جدا. طيب احنا اتفقنا دلوقتي ان الموبايل الحاجة اللي بتشتتنا عليه هي السوشيال ميديا. نتعامل ازاي مع السوشيال ميديا؟ وايه الحاجات اللي نتفرج عليها او اصلا هنشوف ايه على السوشيال ميديا اصلا؟ كل اخبار او فيديوهات نصايح او حتى ميمز او اي حاجه. ويوسفني هنا اقول لك ان الحاجات دي كلها بتاثر عليك بشكل كبير جدا 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 وعلى انتاجيتك. ممكن انت حرفيا تصحى الصبح تمسك الموبايل تشوف السوشيال ميديا، تشوف خبر يقفلك اليوم، خلاص كده انت مش عارف تذاكر تاني. او ممكن تشوف فيديو جديد بيقدم لك نصيحه او خطه جديده تقدر تطبق بيها تلم مثلا المواد المتراكمه عليك، فتضيع اليوم في ان انت بتفكر في الخطه دي وما تنجزش حاجه فعليا. فافضل حل زي ما بقول لك كده ان انت تخلص من الموبايل تستخدمه في الحاجات الضروريه بس. اهم حاجه بعدها بقى، وهي الحاجه اللي هتفرق معاك بنسبه كبيره جدا 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 وهتخليك منتج بشكل كبير، وهي ان انت بطل تسمع فيديوهات نصايح تاني. كفايه لحد كده فيديوهات نصايح لحد الوقت ده. انا في ثانويه عامه من اول ما بدات ثانويه عامه كنت فاكر ان انا هبدا بدايه قويه جدا، جبت فيديوهات نصايح كتير جدا ورقه وقلم عمال اكتب في نصايح اكتب في نصايح اكتب في نصايح، وما حصلش اي حاجه. ضاع شهر 2 3 4 5 6 ما حصلش فيها اي حاجه. مش عارف اطبق من النصايح دي، كل شويه عمال ازود اكتب حاجات بس مش بطبق حاجه. الوقت عمال يضيع، خطه تبوظ احط خطه تانية مختلفه، حد يقول على خطه تاني تعجبني اعمل خطه، والوقت عمال ضايع في الموضوع ده. فاحسن حاجه جيت قررت ان انا مش هسمع فيديوهات نصايح تاني، وكفايه الحاجات اللي انا سمعتها. كفايه الحاجات اللي انا سمعتها لحد هنا، هي كده كده موجوده وانا عارفها. ولما ابدا اطبق واركز على ان انا اطبق واذاكر بشكل فعلي هطبق الحاجات دي تلقائيا، لان انا كده كده سمعتها فكده كده موجوده في دماغي، او حتى كتبت شويه منهم فكده كده لو عوزت ان انا اسمع نصايح اقدر ارجع لها في اي وقت، او حتى اسال المدرس اللي انا باخد معاه درس. فده ساعدني بشكل كبير جدا ووفر لي وقت كبير جدا ومجهود كبير جدا وتفكير كتير جدا في ان انا افكر في خطط او انظمه امشي بيها. طيب هتيجي تسالني دلوقتي ايه النظام اللي همشي بيه؟ اقول لك في انظمه كتير، بس انت خد ابسط حاجه وركز على اهم حاجه وهي التطبيق الفعلي. يعني تاخد نظام بسيط تمام ومعاه تنفيذ. اهم حاجه التنفيذ. النظام البسيط هو ايه؟ طبعا انت ممكن يكون عندك دروس لسه محتاج تذاكرها او محتاج ان انت تسمع شرحها او محتاج ان انت تعمل اي حاجه، فبكل بساطه هتكتب كل الحاجات اللي عليك في كل المواد وتبدا تقسم كل يوم تو دو ليست بسيطه. تو دو ليست دي عباره عن نظام انتاجيه سهل جدا تقدر تستخدمه، مش معقد ومش محتاج ان انت تعمل خطط بعيده المدى. لا، انت تكتب كل المهام اللي عليك اللي هي متراكمه عليك، ولو في مهام جديده هيجي لها وقتها وممكن تكتبها كل يوم المهام الجديده اللي بتجيلك، سواء واجبات في دروس او امتحانات محتاج تحضر لها او ايا كان المهام الجديده اللي بتجيلك. بس اهم حاجه ان انت تكون معاك تو ليست يوميه وتكون كاتب الحاجات اللي وراك واللي انت محتاج تخلصها. هتبدا تركز على 5 مهام بس
يوميا، تاخد منهم 3 مهام للحاجات اللي انت كتبتها والحاجات القديمه اللي انت محتاج تنجزها، ومهمتين تانيين للحاجات الجديده او الامتحانات اللي انت بتحضر لها، او لو مثلا طبعا الحصص او الامتحانات اللي انت بتحضر لها. طيب دلوقتي عرفنا نظام الانتاجيه اللي هنمشي بيه، وزي ما قلت لك نظام انتاجيه بسيط وتركيز اكتر على الانتاج الفعلي. مش مهم خالص نظام الانتاجيه اللي انت ماشي بيه يكون احسن نظام ونظام معقد جدا وكله بيستخدمه ونظام اللي هو ما حصلش قبل كده، لا، نظام بسيط وانجاز اكتر وتركيز اكتر. طيب هتقول لي طب نظام اليوم هيمشي ازاي؟ اقول لك انا ما اعرفش يومك ماشي ازاي، سواء بتاخد دروس بالليل او بتنام متاخر او بتصحى بدري او كده، ولكن افضل حاجه مجربه فعليا واكتر حاجه معروفه ومتفق عليها هي الصحيان بدري. حتى لو انت مثلا ما عندكش وقت ان انت تصحى بدري او ما عندكش الامكانيه ان انت تصحى بدري، مش هاجي اقول لك ان انت لازم تغير نظامك لو انت مش قادر تعمل ده فعلا وعندك دروس بالليل. ولكن لو انت ما عندكش حاجه بالليل وتقدر تنام بدري، اسمع مني، اعمل كده ونام بدري واصحى بدري، ابدا يومك من بدري. هتصحى على الفجر، تبدا يومك بدري، الوقت ده فيه بركه رهيبه، هتلاقي تركيزك في الوقت ده عالي وقدرتك على الاستيعاب احسن بكتير من وقت بالليل وسلس بالنسبه لك. طيب هتتصرف ازاي في الوقت ده؟ اول حاجه، اول ما تبدا يومك بعد ما تصلي طبعا صلاه الفجر، ذكر الصباح، ورد القران، تاخد من 10 دقائق لنص ساعه رياضه. الموضوع ده هيفرق معاك جدا على مدار اليوم وهيخلي يومك كله مليان انتاجيه، وهتخلي الموضوع سهل معاك ان انت تنجز خلال يومك، لان انت هتكون بدأت يومك بنشاط ونشطت جسمك كده في بداية اليوم، فالموضوع هيكون كويس جدا معاك ان انت تبدأ يومك برياضة بسيطة لو حتى 10 دقائق بس، لان الرياضة حاجة مهمة علشان تركيزك. وبس كده، دي مجموعة من الحاجات اللي انا طبقتها في ثانوية عامة وفرقت معايا جدا بجد. يعني انا كنت وصلت لمرحلة ان انا اصلا يعني محبط تماما، فاقد الامل تماما، كان عندي كمية متراكمات كبيرة جدا جدا. حرفيا تخيلت ان انا ممكن ما اقدرش ان انا اعدي في الامتحانات اصلا، وكنت خايف ان انا ادخل الامتحانات، ولكن الحمد لله ربنا وفقني ان انا عرفت الحاجات دي وطبقتها، وحقيقي فرقت معايا بشكل كبير جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم، حولتني من طالب مش عارف ان هو يذاكر ساعتين في اليوم على بعض لواحد كان بيذاكر من 12 ل 14 ساعه كل يوم من غير زهق. فاتمنى ان هي تفيدكم انتوا كمان، وان شاء الله اشوفكم على خير، والامتحانات السنه دي تكون اسهل وتحققوا كلكم اهدافكم. طبعا تقفل الفيديو ده وتقفل اليوتيوب وكل السوشيال ميديا وما اشوفش وشك غير بعد الامتحانات. سلام.